تقام الحدود الآن في بلاد الإسلام؟ أكو حدود أصلا تقام في بلاد الإسلام؟ نعم، تقام الحدود على من سرق دينارا يقطع يده، تقطع يده، كما في تلك الدويلة التي تسمى العربية السعودية. اللي يسرق دينار يقطعون إيده. أما أمراء آل سعود يسرقون الملايين والمليارات، مثل هذا الفاسق الوليد ابن طلال، اللي منين جايب هاي كل هالثروة؟ هاي منين جايبها غير من أموال النفط وأموال هذا الشعب المظلوم هناك، الذي حسب التقارير الأخيرة هذا ما يسمى بين قوسين الشعب السعودي. اقرأوا التقارير، من يصدق أغنى دولة نفطية في العالم ثلثا شعبها من مواطنيها بطالة، ماكو عمل. من يصدق هذا الشيء؟ اقرأوا التقارير، ماكو عمل، في بطالة، في فقر. روحوا شوفوهم في قراهم كيف يعيشون، لأنه الأموال كلها متركزة بيد هذه العائلة اليهودية الإرهابية. أما الأموال حقيقة تذهب إلى الناس، هذا النفط الذي تحت أرجل الناس يذهب إلى الناس. كلا.